بسم الله الرحمن الرحيم. الصف الأول الإعدادي، المادة لغة عربية. درسنا اليوم درس من دروس القراءة، نور والجغرافيا. الدرس يتحدث عن أن المدرسة كانت تتحدث عن طالبة اسمها نور لأنها حصلت على درجة ضعيفة، فالمديرة لا تصدق لأن نور تلميذة مجتهدة. يبقى المدرسة هنا يا ولاد كانت في الدرس بتتحدث عن طالبة اسمها نور. عندما جاء الامتحان وظهرت النتيجة، حصلت على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا، فعندما علمت المديرة بذلك كانت لا تصدق، لأن كان المعروف عن نور إيه؟ إنها تلميذة مجتهدة ومتفوقة. فكيف حدث ذلك؟ فالمدرسة قالت: ربما تعاني يا جماعة إن نور تعاني من مشكلة ما، يجب أن نمد يد المساعدة لها. يبقى المدرسة قالت: ربما تعاني نور من مشكلة يجب أن نمد يد المساعدة لها. فقالت معلمة الجغرافيا أن السؤال جاء في الامتحان. ما السؤال الذي جاء لنور في الامتحان وجاوبت عليه إجابة خاطئة؟ ما هو السؤال؟ ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. يبقى نور هنا كانت هترسم خريطة الوطن العربي كله، وتعين يعني تخصص أو تحدد، حدود يعني فواصل، تعين أو تحدد فواصل كل دولة ودولة عربية. فالعجيب إن نور رسمت أو جاوبت في الامتحان، رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بدقة، رسمت الحدود الخارجية كلها للوطن العربي بدقة بإتقان، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية. يبقى إجابة نور هنا يا جماعة في الامتحان إن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بدقة بإتقان، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية للوطن العربي زي ما جالها السؤال. فعندما سألت المعلمة نور، المعلمة جابت نور وسألتها وقالت لها: هل كان هناك ظروف منعتك من استذكار الدرس؟ قالت لها: تعالي يا نور، هل هناك ظروف منعتك من ان انت تذاكري الدرس كويس؟ فأجابت نور على المعلمة، قالت نور: لا، لم تمنعني ظروف، وقد ذاكرت الدرس جيدا. نور قالت لها: لا طبعا، انا ما كانش عندي ظروف ولا اي حاجة، وانا ذاكرت الدرس كويس جدا، ذاكرت الدرس جيدا. فسألتها المعلمة سؤال آخر: إذن لماذا يا نور لم تجيبي عن السؤال بطريقة صحيحة؟ ليه لما السؤال جالك يا نور ما جاوبتيش بإجابة صحيحة؟ فقالت نور: إجابتي صحيحة. الله، نور جاوبت الإجابة صحيحة إزاي؟ دي هي جاوبت الإجابة خاطئة. فتعجبت المعلمة واندهشت وقالت لنور: لكنك لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية. قالت لها: إزاي يا نور أنت جاوبتي إجابة صحيحة أما أنت ما رسمتيش الحدود بين الأقطار العربية، ما رسمتيش الفواصل اللي بين كل دولة ودولة أخرى عربية. فقالت نور بحزن، لما سألت المعلمة السؤال ده نور جاوبتها بحزن. إيه هي الإجابة؟ هل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ ردت نور بحزن للمعلمة وقالت لها: لو أنا وضعت فواصل بين كل دولة ودولة عربية كده صح؟ هو كده السؤال يبقى عندي صح، يكون الإجابة بتاعته كده صحيحة؟ فأخذت نور ورقة من المعلمة ورسمت الحدود بطريقة صحيحة، رسمت السؤال اللي جالها في الامتحان بطريقة صحيحة. ففكرت المعلمة في كلام نور، قالت: الله، وتخيلت الوطن العربي وهو يحتضن بعضه بلا حدود بين أقطاره. يبقى المعلمة يا ولاد تخيلت تخيلين وهي قاعدة بتفكر. ايه اول تخيل عند المعلمة؟ تخيلت ان الوطن العربي ده الكبير المرتبط ببعض متماسك وهو يحتضن بعضه وما بيوجدش حدود بينه وبين دولة اخرى، مرتبطين متماسكين مفيش فواصل. ده كان اول تخيل للمعلمة. التخيل الثاني، تخيلت الانسان او الشعوب العربية وهي بتتنقل بين كل دولة ودولة اخرى وهو يتنقل بحرية بين الاقطار العربية. يبقى تخيلت الإنسان وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. ده التخيلين اللي تخيلته المعلمة بعد ما سمعت كلام نور اللي كان فيه نبرة الحزن. يبقى التخيل الأول تخيلت الوطن العربي المتماسك المترابط وهو يحتضن بعضه بلا حدود بين أقطاره، مرتبطين مع بعض متماسكين مع بعض، مفيش فواصل، مفيش أي حاجة تبعدهم عن بعضهم. التخيل الثاني إن الإنسان وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية، مفيش أي حاجة بتربطه، متنقل بحرية. وهنا عرفت المعلمة أن نور
لم ترسم حدودا بين الأقطار العربية ليس لأنها لم تعرف، لا هي كانت عارفة الإجابة، لكنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي، تتمنى زوال الفواصل بين أجزاء الوطن العربي، عايزة الوطن العربي كله مترابط متماسك، مفيش أي فاصل بين كل دولة ودولة أخرى، وتصبح أمة عربية واحدة مترابطة متماسكة. وعندئذ نظرت المعلمة نور وقالت لها: أنت على حق يا نور. طب تعالوا بقى أيها الطلبة نستعرض المرادفات اللي في الدرس. عندما حصلت نور على درجة ضعيفة، حصلت يعني نالت أو أخذت درجة ضعيفة، ما مرادف كلمة التفوق؟ التفوق يعني التقدم، عكس كلمة التفوق أو التقدم التأخر. أحسنتم، برافو. ما مرادف كلمة ظروف؟ أحوال. إيه ظروفك؟ كان عندك أحوال، كان عندك مشاكل، ظروف أحوال. ما مرادف ظروف؟ ظرف. أحسنتم، برافو. ما مرادف كلمة إن المعلمة تخيلت يعني تصورت. ما مرادف كلمة حق؟ صواب. أنت على حق يعني أنت على صواب. مضاد كلمة حق باطل، مضاد كلمة حق باطل، يبقى أنت على حق، أن نور كانت على صواب، مضاد كلمة حق باطل. برافو، أحسنتم. ما مرادف كلمة مجتهدة؟ مجدة، متفوقة، مضاد كلمة مجتهدة خاملة. برافو. أدركت المعلمة يعني عرفت أو فهمت كلام نور. مرادف كلمة دقيق؟ صحيح، مضاد كلمة دقيق خطأ. أحسنتم. تمنع يعني تحرم، مضاد تمنع تحرم، مضاد تمنع مراد كلمة تمنع تبيح، يبقى مرادف كلمة تمنع تحرم، مضاد كلمة تمنع تبيح. مرادف كلمة تعاني تتألم، مساعدة لما أساعد حد، عكس كلمة مساعدة خذلان، مش هساعده. مرادف كلمة يحتضن يضم بعضه البعض، يعني مترابط بيضم بعضه البعض. تعالوا بقى ننتقل إلى أسئلة الدرس. عما تتحدث المدرسة كلها. المدرسة كلها كانت بتتحدث عن مين يا ولاد؟ عن نور. كانت تتحدث عن إيه بقى؟ عندما حصلت نور على درجة ضعيفة في الجغرافيا، فلم تصدق المديرة لأن نور كانت طالبة مجتهدة وفازت في العام الماضي بكأس التفوق. برافو، أحسنتم. تعالوا نكرر السؤال مرة أخرى. عما كانت المدرسة تتحدث كلها، كانت تتحدث عن نور عندما حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافيا فلم تصدق المديرة لأن نور كانت طالبة مجتهدة نشيطة فازت في العام الماضي بكأس التفوق. برافو، أحسنتم. تعالوا ننتقل إلى السؤال الثاني. ما العجيب في الأمر؟ ما العجيب في الأمر؟ أن نور رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي ولكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. يبقى كان المفروض إنها تجاوب عن السؤال إنها ترسم الحدود الداخلية للوطن العربي، لكنها رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق وبإتقان. معنى ذلك إن نور كانت فاهمة السؤال إيه هو. هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ من قائل هذه العبارة؟ من قائل هذه العبارة؟ هقول السؤال مرة أخرى. هل كانت هناك ظروف منعتك يا نور من استذكار دروس الجغرافيا؟ من قائل هذه العبارة؟ طبعا معلمة الجغرافيا، وكانت تتحدث إلى نور. السؤال الآخر، ما رد نور على السؤال السابق؟ قالت: لا، لم تمنعني أي ظروف وقد ذاكرت دروسي جيدا. برافو. السؤال الثاني الذي سألته المعلمة لنور، ماذا قالت المعلمة لنور؟ إذن لما لم تجيب عن السؤال بطريقة واضحة يا نور؟ ليه يا نور أنت ما جاوبتيش عن السؤال بطريقة واضحة؟ ردت نور على إجابة سؤال المعلمة، قالت نور: إجاباتي طبعا صحيحة، أنا واثقة وجاوبت عن السؤال بطريقة صحيحة. هننتقل إلى سؤال آخر. من قائل هذه العبارة؟ كيف تكونين على صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية؟ من قائل السؤال هذا؟ كيف تكونين على صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية؟ من قائل هذه العبارة؟ القائل برضو المعلمة، وكانت تتحدث إلى نور. ننتقل إلى سؤال آخر. بما ردت نور على المعلمة؟ بما ردت نور على المعلمة؟ ردت بحزم وقالت:
هل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ ردت بحزن كده وقالت لها لو أنا حطيت فواصل بين الدول العربية كده إجابتي في السؤال يكون صحيح؟ أنا أستطيع الآن رسم هذه الحدود أمامك. وفعلا نور يا أيها الطلبة تناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. يبقى نور هنا متفوقة ونشيطة. فيما فكرت المعلمة؟ فكرت في كلام نور وتخيلت الوطن العربي بلا حدود بين أقطاره. يبقى المعلمة هنا يا ولاد فكرت في كلام نور اللي قالته قبل كده. إيه هو الكلام؟ هل تعتقدين إن لما أحط فواصل بين الدول العربية ده بيكون صحيح؟ فتخيلت المعلمة، تخيلت تخيلين. إيه التخيل الأول؟ تخيلت الوطن العربي بلا حدود بين أقطاره، لو الوطن العربي كله متماسك مترابط ومفيش حدود أو أجزاء بين كل دولة ودولة أخرى. التخيل الثاني الإنسان العربي يتنقل بحرية بين الدول العربية. ننتقل إلى سؤال آخر. ما الذي أدركته أو ما الذي عرفته المعلمة في نهاية الدرس؟ أن نور لم ترسم حدودا بين الدول العربية لأنها تتمنى زوال الحدود وأن تصبح الدولة العربية أمة عربية واحدة، أن تصبح الدول العربية أمة عربية واحدة. يبقى أدركت المعلمة في نهاية الدرس إن نور يا ولاد لم ترسم حدود بين الدول العربية لأنها تتمنى زوال الفواصل، مش عايزة في فواصل بين كل دولة ودولة أخرى لأنها أمة عربية واحدة. ماذا قالت المعلمة في نهاية الدرس لنور؟ قالت لها أنت على حق. دي يا حبايبي تدريبات على الدرس. تعالوا بقى نعرف احنا فهمنا ايه من أجزاء الدرس. ضع علامة صح أو خطأ. السؤال هنا يقول، السؤال الأول: يجمع دول الوطن العربي تاريخ وعادات ولغة واحدة؟ طبعا الوطن العربي بيجمعوا تاريخ وعادات ولغة واحدة. الإجابة هنا صحيحة. السؤال الآخر: نور لم تكن تعرف كيف ترسم الحدود بين الأقطار العربية. هي نور يا ولاد ما كانتش مذاكرة وما كانتش عارفة. إن لم تكن تعرف كيف ترسم الحدود بين الأقطار العربية، لم تعرف؟ طبعا كانت عارفة. يبقى الإجابة هنا خاطئة. السؤال الثالث: كانت نور تعاني مشكلة ما لذلك حصلت على الدرجة الضعيفة، كان عندها مشاكل ما. طبعا أنا بترك السؤال ده بقى من خلال فهمكم للدرس تحلوه إزاي. في نهاية الدرس هنا الواجب حل تدريبات كتاب الأنشطة صفحة 48 و 49. قبل ما أترك الدرس أنا جايبة فيديو جميل بسيط بيعرفنا إيه هي الدول العربية، ويا رب يعجبكم الفيديو ده. دي بعض نماذج لبعض معالم الوطن العربي، هنشوفه مع بعضنا دلوقتي. نور هنا يا حبايبي كانت بتتمنى ان الوطن العربي بتتوحد صفوفه لان كلهم وطن واحد وشعب واحد. دلوقتي قدامنا فيديو بيعرفنا ان دي جامعة الدول العربية، لبنان، مصر، المغرب، العراق. طبعا اتفقنا ان دي بعض نماذج لبعض معالم الوطن العربي. دي خريطة الوطن العربي. دي الثورة المصرية الجميلة. دولة الجزائر. المملكة المغربية، المغرب.
دول الخليج العربي. المملكة العربية السعودية. طبعا كلنا يا ولاد يجب أن نتوحد ولا ننفصل. قلعة. دولة الإمارات العربية المتحدة. جمهورية مصر العربية الجميلة. البحرين. القدس. ده وطننا العربي الجميل، فكلنا بنتمنى أن تتوحد الصفوف العربية، لأن كلنا وطن واحد وشعب واحد. دي نماذج جميلة من ارتباط الأمة العربية المتماسكة المترابطة. كلنا واحد، كلنا واحد. وبذلك انتهينا من درس نور والجغرافيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.